السلام عليكم. اليوم جبت لكم هذا الكيك يجي كيما تاع برا تماما ولا احسن منه. يجي فريمون خفيف وطري وطالع كيما راكم تشوفوا، ما يجيش معجن ما يجيش ثقيل. فريمون هذه الوصفه ناجحه 100%. جربوها وعليكم مغمضين. للمقادير عندي 4 حبات بيض كبار، واذا كان بيض تاعك صغير ديري 5. ديري معاه كاس تاع السكر، هذا تاع 180 غرام. خليهم يدوروا في البيتران ولا في الباتور كيما تحبي. قسمه السكر يذوب وهذاك البيض يشكل لي هذا الرغاوي. هذا ما كان قلت لكم هذه ما راهيش جينواس باش تطلعوهم مليح. هنايا نضيف كاس تاع الزيت، دائما نفس الكاس اللي كيلت به السكر. نضيف كاس تاع الزيت، من بعد كاس تاع الحليب، ونخليها تدور شويه عرق ما يتجانسوا هاد المكونين. هذا ما كان. ونروح نحط الفارينه. انا كامل درت 3 كيسان ونص تاع الفارينه مع 2 ساشيه تاع لا ليفور مع مغرفه تاع لافاني. درت معاهم 3 كيسان ونص تاع الفارينه. تفاصون دوك نكتب لكم كل حاجه. 3 كيسان ونص تاع الفارينه، 2 ساشيات تاع لا ليفور ومغرفه تاع لافاني. هذا ما كان. حتى نحصلوا على قوام تاع الكيك يكون ثقيل. نسيت ما قلت لكمش، هنا في نفس الوقت كنت سخنت الفوق ديالي. شوفوا القوام تاع الكيك شحال يجي ثقيل. حتى هذه التخربيشه اللي راني نديرها ماشي تاع تروح، هذا دليل انه يكون يعني ثقيل. فوالا انا نوريها لكم هنايا. سيروا المكون يعني السري واللي هي مغرفه تاع زبده ذايبه. شوفوا تحطوها هذا الخليط في هذه المرحله كما هو موضح. هي راح تمد الطراوه هذيك ويجي ما شاء الله. هنا هاوليك المول ديالي درتو في بابي كويزون. ديروا المول اللي عندكم. دخلتو طيب في الفوق، شد لي واحد 40 دقيقه. ما تجبدوش من الفوق قبل نص ساعه باش هكا ما يحبط لكمش. فوالا من بعد بيكيوه. شوفوا اسكو نشف معناتها راهو طيب. حمروه من الفوق. انا درت له غير شويه ديال العسل من الفوق ولا كوكو. وهاليك راني نوري لكم بلي جا بزاف خفيف وماشي معجن. ما تنساوش تخلوا لي رايكم جام وابوني باش هكا يلحقكم كامل جديد. وروحوا الانستغرام.